اهلا بك في قناتكم قناه الشطرنج. النهارده دولاب الجديد زي كل مره انتوا خلاص حفظتوهم. اتعلم اوبننج، ميد جيم، اند جيم. تعالوا نشوف نتعلم مع بعض. نعمل برضو كاستم نشوف يمكن نلاقي حد برضو. دي بنعملها على فكره عشان خاطر الناس، يعني لما يجي لنا حد يجي لنا واحد مستوى عالي شويه، عشان الدور يبقى ايه، ما يبقاش يعني من جانب واحد. مع ان على فكره خلي بالك في ناس كده بتقييمها بتبقى 2200 و 300 بتبقى تقييمها يعني مستوى عالي على فكره يعني. بس نعمل دور عادي خلاص. نجيب واحد 2400 برضه مش وحش، كويس يعني. ممكن يبقى احسن من واحد 2500 يعني. لا بكركان طبعا، ما عندناش غيره. ما انا كنت عايز اغير بصراحه يعني، بس يلا المره الجايه مش ب 5. طب هيلعب ممكن تل فاريشن دي ما لعبهاش. نلعب اي 6 خلاص بقى، المهم خلصناها طبعا اي 6 على طول. إيه... طبعا دي بدري بدري عشان يمنع لي حاجات زي كده يعني. ممكن العب حاجه زي كده بفكره عايز العب دي برضه. في دفعات انا ما بحبش ابص عليها كتير، يعني مثلا حاجه زي كده في كده دي تاخير الوقت. ففي ايوه ممكن تكون تفريعه موجوده على فكره، انا مش فاكرها قوي، بس انا ما ببصش عليها لان مالهاش لازمه يعني، تفريعه مش حلوه. انا هلعب دي، هلعب حاجات زي كده، هلعب حاجات زي كده. فكره سيرفايف عايز العبها برضه، معطله هو على فكره اللعبه دي. هلعب كده عايز العب دي عادي جدا يعني. مش لما اطلب حصان هنا في هنا. تبقى فاهم فكره الاوبننج، انت عايز تطلع قطعه فين تحطها في مربعات ايه ترتاح. سي 5 خلاص. لو كل بقى هنا هاكل كده عادي جدا، هاكل بالفيل وخلاص. العب بخ واحد ممكن عشان ابقى حامل الحصان ده، عشان لما اطلع بحصاني كده ما يبقاش ده ايه ببلاش. دلوقتي اللي حامل الحصان ده ايه؟ الفيل. لو طلعت كده هو طلب كده الحصان مباشره بقطعتين، فاحميه كده اهو. احميه ولا اكل على طول كده وراح دماغي، ولا ارجع بيه تاني وراح دماغي برضه، ولا اجي هنا. يعني ممكن العب رخ واحد، اكلت وخلاص يعني، مش وحشه يعني. كان ممكن ياكل بالوزير الطالب ده، العب كوين سي 7 وخلاص. واطلع بعد كده ممكن بحصان هنا، هنا في هنا، دول كويس. ممكن ارجع فكره على طول، احتفظ بالحصان بتاعي. بس طبعا انا ما بحبش اطلع بقطعه وارجع بيها تاني. ممكن اكل هنا، طبعا هيطلع اكل بتيمبو. ممكن ياكل اطلع بالوزير بتاعي. هنا في اتنين ممكن اطلع. بس لو طلعت هنا خلي بالكم يلعب لي حاجه زي كده، فمالهاش لازمه يعني. اطلع كده على طول عشان نطلب في رجعنا ورا. واطلع بصاني هنا في هنا، الدنيا تمام مش وحشه. ممكن اطلع بالفيل في الاول، هتفيلك ده، شوف حدد موقفك. ممكن اطلع بحصاني براحتي، اجيب حصاني بعد كده هنا، اجيب حصاني هنا، هو براحتي بقى ليه اختيار. هذا الفيل ده كده نريح دماغنا كده على طول. اطلع بحصاني كده على طول، اجي هنا بقى، اجي هنا براحتي بقى بعد كده. طبعا هو لازم ياكل، اعتقد افضل ان انا ليه في موقف مني ياكل، لو ما اكلش انا هاكل كده وركبه بدائين. يبقى عنده بدأ هنا راكب هنا، بدأ هنا وبدأ هنا، تبقى عمليه وحشه. فاعتقد هياكل، يا اما يمشي بالفيل هنا بقى. يعني حاجه تانية، دي حاجه تانية يعني. طبعا عشان هو لعب اوبننج برضه، يعني هو اعتقد مش فاهم فكره اوبننج. يعني هو لو كان فاهم فكره اوبننج كان لعب بسرعه. هو بيتطور كده في التفكير، وهو كده مش عارف يعمل ايه يعني. انتشر غلط في الاول ما تعرفش يعني. طبعا دي انا مش عارف فاهم مش فاهم فكرتها بقى ايه فورد يعني، صراحه يعني. يعني فكرتها ايه انا مش عارف اشرحها بصراحه يعني.
يعني مش مانع حاجه، يعني هو مش فاهم انت عايز ايه. المربع ده ممنوع اصلا بالفيل، وده ممنوع بالفيل برضه، مش فاهم معناها ايه. يمكن يكون لها فكره، عايز يلعب تاني مثلا كده هو ويجيب رخه من هنا، دي حاجه تاني، دي فكره تاني ممكن يعني يكون قصده كده يعني. طبعا هو هيبيت، هطلع بحصان عادي جدا وهبيت برضه، اشوف بعد كده بقى اذا كنت اطلع بحصان من هنا بقى اطلع بحصان من هنا، اشوف الدنيا ماشيه ازاي. بس هو المبرر الوحيد ل A4 ان هو عايز يلعب A5، بعد كده يطلع برخه من هنا، ده المبرر الوحيد يعني، عشان خاطر يشغل رخه بسرعه بدل ما يجيب هنا وكده، يطلع بحصان عادي جدا، بدل ما يجيب رخه من هنا ويشغلها كده، لا اجيبها هنا على طول واجيبها كده على طول. هو طبعا عايز الرخ طبعا دي دلوقتي، ممكن العب حاجه زي كده. في نفس الوقت بس ايه برضه طالب حامل الرخ، وفي نفس الوقت طالب البدأ ده لو مشي بعد كده يعني. بس دي مش حلوه قوي، خلي بالكم، لان برضه منعت الحصان يطلع من هنا، فانا ممكن ارجع بيها هنا ورا عشان ابيت، بعد كده العب الحصان براحته اطلع من الحصان. لكن انا لو جبت وزير ان هو الحصان مش عارف يجي هنا بتنبه عليه ياكل رخ ببلاش، فممكن ارجع بيها كده يعني، يستحسن يعني اعتقد يعني. نشوف التحليل برضه هيبان ايه اللي كان احسن يعني كان ان انا احميها بالوزير ولا ان انا امشي بيها كده على طول احسن، مش عارف يعني اشوف. طب ما لازم ابيت بالنقله جاهز ما ابيت، فهو بس ممكن هنا يعمل حركات غلسه شويه، يلعب حاجه زي كده ممكن يعني. دي انا متوقع يلعبها يعني. بس انا هاكل على طول، هاكل وابيت، مش هستنى تاني يعني. عايز يكسر، ما يكسر يكسر، انا مالي وماله، انا اروح ابيت على طول، يعمل اللي يعمله، عايز ياكل ياكل. هدي الفيل، همشي بالفيل، مشكلة يعني، لو عندي حاجة أحسن مش بالفيل. طبعا خلي بالكم ما اقدرش اكل، انا ياكل بالبيضة، طالب دي وطالب دي، فهو اللي لازم ياكل. انا جاي بكره امشي بوزير هو بقى طالب حاجة زي كده. انا كان ممكن امشي على طول على فكرة، اعتقد يعني كانت احسن، بس هحتفظ بالفيل بتاعي شوية، ما اخلوش يدوش الفيل بتاعي، الفيل بتاعي مهم شوية عشان نخش اند جيم فيل قدام حصان، فيل اقوى سن، فخليني احتفظ بالفيل بتاعي ما اضيعهوش كده على الفاضي يعني. هو بيطول جامد جدا يعني، الفرق بيننا انا ضايع في وقته، معرفش هو بيفكر في ايه يعني، مش عارف هو مثلا مش لاقي افكار، هو دي كويسه برضه. انا كان لو كنت مكانه كنت لعبت سي 4 على طول اعتقد، ودي هتبقى في الانجل احسن نقله. طبعا عايز يجي حاجات زي كده، عايز يجي حاجه زي كده. انا ممكن امشي بوزير دلوقتي كده هو، بعد كده طالب الايه، طالب الوزير بتاعه كده هو، يعني يعتبر احسن نقله دلوقتي في الموقف ده. عايز حاجات زي كده، عايز حاجات زي كده. خصوصا ده هنا زي هنا ملوش مستوى، ما عندناش اكله على طول، وهنا ملوش لازمه، مش عامل حاجه يعني، مش طالب حاجه يعني. اما لو لعب رخ هنا او رخ كده دي بلندر، هيجي بالفيل هنا اهو، طالب الرخ وطالب الحصان. طبعا عايز ايه، يزحتن عليا، ممكن العب اتش 5 على طول، او اتش 3، اتش 6 عادي يعني، عشان بس بدل ما يبقاش مطلوب بعد كده ممكن العب حاجه زي كده دلوقتي على فكره، خلي بالك خدت منه بدأ بمنتهى البساطه يعني. هات وزيرك بس ارجع هنا، ارجع هنا هعمل بدأ، العب دي مؤقتا كده، خليه يزيح مش مشكله. اجي هنا، اجي هنا عشان اغريه يزيح اللعبه دي، بس مالهاش لازمه، اجي هنا وخلاص. حاجه زي كده.
وزيرك كده مثلا شوف يروح فين. اعتقد دي مش هنا يعني، اعتقد افضل نقل وزيرك تاني تبه كده. نجرب حاجات زي كده. هي دي فكرتها، خلي بالكم عايز اجيب وزيري كده اهو، طالب ده وطالب ده، لو مش بحصان يعني. بس ممكن ينزل هنا يغلس عليا، ممكن اجي هنا، ممكن العب رخ اتنين، العب كده، عايز دي. ممكن العب حاجه زي كده دلوقتي هتبدا ده، بس طبعا هيمشي يحميه. العب دي، عايز دي برضه، عايز اف 6، هتتبدا هاخد منه البدأ بالعافيه، راح دماغي. طبعا لو مشي كده عشان يحميه، طبعا دي نقله اجباريه عنده، اعتقد عشان يحمي البدأ بالرخ وبالوزير. هلعب اف 6 اخد منه بيت، اخد منه حق خلاص يعني. طبعا ما اقدرش اكل، لو اكل كده اكل ايه، اكل وزيره ببلاش. هو طبعا دي مش كويسه يعني، هو المفروض في موقف ده كان يلعب حاجه زي كده يعني، قبل بدل دي يلعب حاجه زي كده. هات حصان ده وخلص دماغي من الحصان، الحصان برضه عامل له قلق، الحصان عامل له قلق، هخلص البدء ببلاش. طبعا هو لازم هنا في الموقف ده، طبعا هنا دي ممنوعه، دي ممنوعه، مربع ممنوع، ده ممنوع ممنوع، اضطر يرجع هنا او هنا بحمي ده. هلعب دي خلاص، خدت منه بدء، خلاص هاخد بالحصان، خلاص بدأ صافي زياده. بس طبعا لعب فيه لسه، الدور في لعب برضه، خلي بالكم يعني، مش خلاص يعني الدور خلص، لا لسه في لعب. بدأ يبقى ضعيف، لازم احميه برضه، خلي بالكم هيلعب حاجه زي كده برضه بالحصان، ضغط على البدء ده، لازم امشي برخ الاول، بعد كده امشي بحصان. يعني النت منظره قطع وحاجه زي الفل، هخسر دول وقت. هرجع النت تاني الحمد لله. دي حاجه غيظ جدا، انت بتلعب دور وبتكسبه تخسر بالنت، دي حاجه تحرق الدم بقى. على فكره موضوع البث المباشر انا مش عارف اطلع ليه، يعني انا عايز اطلع من بدري مش عارف اطلع، لان النت ده عندي بيقطع من الساعه 11، فالساعه 11 النت يقطع، ممكن قبلها برضه يقطع قبلها كمان، وبعد كده النور بيقطع، فالدنيا خربانه يعني. بس الامور الحمد لله اتظبطت شويه، النت بقى شغال دلوقتي اليومين دول، فحاول ان شاء الله في اقرب وقت اطلع بث مباشر يعني. هبلغهم قبلها يعني، لازم قبلها مثلا بيوم او بفتره كافيه من الساعات، هبلغهم ان انا هطلع بث مباشر. طبعا مش عارف يعمل ايه دلوقتي، هو طبعا كده الدور عنده بالنسبه له خلاص يعني، ما اعرفش هو هيحمد ازاي يعني. حتى لو مشي بالفيل بيقول لك هيلعب حاجه زي كده، خلاص خدت البدايه منه. هو ما اداش احترام كبير قوي للنقلات بتاعتي بصراحه يعني، لعب اوبن غريب، شايف انا اسمي انت في اللعبه دي في دي، مش عارف. بس انا لما كانوا هلعب عادي، خسرت البدايه اكمل بعد كده بقى، خدت معاه اعمل ايه، لعب دي. خلي بالك انه حلو مش وحش، دي هو حمل بدأ بتاعه في نفس الوقت ضغط على البدأ ده، بس انا هلعب دلوقتي دي، هات البدأ برضه. هاخد بقى ممكن من البيضة، ممكن اكل بالحصان، هشوف الدنيا ماشية ازاي يعني، حسب هو اللي هيرد عليا ايه يعني. بس خلاص حتى لو هو لعب بيست موف هيخسر وقت يعني. ممكن اكل كده دلوقتي، هات الفيل وهات الحصان، هات كل حاجة، بس طبعا هو عايز ده بكش دلوقتي، ممكن احمي كده بزيادة.
غلاسه يعني. انا كده كده كنت هعدي على فكره، خلي بالكم يعني، كده كده كنت العب، مش هعرف ان اضغط بالعبايه ده الحصان وبالرخ وبالفيل. بس انا هاخد ده منه بعد كده، بعد كده بشوف الدنيا ماشيه ازاي. هو اكل على طول طبعا، الراجل يعني مش همه حاجه خالص. كلت يا عم، كلت يا سيدي. عايز الرخ بتاعتي دي، ما اقدرش اعمل حاجه خالص، باخد منه بدل ببلاش برضه. ممكن اكل على طول بالرخ على طول مباشره يعني، على فكره يعني ما عندوش حاجه. باكل بالحصان عادي جدا برضه. خلص الدور سهل يعني، الدور سهل جدا، مش هو لاعب وحش بصراحه محل الدور. اي 4 سي 6 دي 4 دي 5 اي 5 اي في شوك 5 ان دي 2. ان دي 2 دي اول على الانجن، مفيش اي مشاكل. لعبت اي 6 ان بي 3 موجوده على فكره، معرفش، بس طبعا مش احسن يعني. انا حاسس التفريعه دي مش احسن حاجه يعني، مش عارف يعني. ده بيست موف، تخيلوا بقى ان بي 3. اي 6 طبعا مش احسن حاجه، المفروض العب منها سي 5 على طول يعني. سي 5 ياكل، اكل بالفيل عادي جدا، اكل بالحصان اديله كش واخده بمنتهى البساطه. ما حطينا كده. طبعا انا لعبتش الكلام ده، لعبت انا ايه اي 6 لعب بشر. الاي 6 طبعا لعب بشر، دي نقله رابعه على الانجن، نقله رابعه على الانجن. اي 6 لعب سي 3، طبعا سي 3 دي النقله الثانيه على الانجن، بيقول لك يلعب كده على طول. لعب سي 3، لعبت بيقول لك العب هنا كوين سي 7 احسن حاجه. لعبت النقله برضه الرابعه على الانجن ان دي 7، تلعب الحصان. لعبت سي 5 اكلت بالحصان. لعب بيشوب 3، هات الحصان بتاعك حميته. طبعا انجن معلق مش عارف ليه. لعبت بيشوب، لعب بيشوب اي 2، كلت الحصان ده. اعتقد دي مش احسن حاجه يعني، اعتقد. طب انجن معلق مش عارف ليه. اكل بالوزير، حميت البدء بتاعي. لعب اي 4، طبعا اي 4 انا ما اعرفش فكرتها، طبعا فكره زي ما قلت لكم انها يلعب حاجه زي اي 5 ويطلع برخه من هنا، دي الفكره الوحيده يعني. لعبت بيشوب سي 5 كسرني، طبعا اكلت بيت ان اي 7، عايز اطلع ايه ابيت بالملك. لعب كوين بي 4، رجعت بالرخ ورا كسرني، طبعا ما عبرتوش بيت. لعب ان دي 4، مشيت بالفيل. لعب ان بي 3 كوين سي 8، عايز العب حاجات زي كده بقى، عايز العب حاجات زي كده، عايز اطلع بالحصان هنا حرر نفسي يعني. لعبة اتش 4، طبعا لو لعبت حاجه زي كده هي هلعب دي على فكره، مفيش اي مشاكل يعني. كان ممكن طبعا ما اقدرش اخد، طبعا ممكن العب حاجه زي كده، بس طبعا يزاحوا عليا تاني اخسر الفيل بتاعي. طبعا لعبت هنا اتش 6 زاح، مشيت بالفيل عادي جدا. لعب اي 5، فكره حاجات زي كده. لعبت هنا روك دي، هات وزيرك، مشي. هات وزيرك تاني، مشي طبعا عشان يحمي البدء بتاعه. لعبت روك اي 7، طبعا لو لعبت دي يجي هنا بالفيل بالحصان بتاعه يغلس عليا، فجيت مره واحده على طول عايز العب دي. طبعا هو لعب هنا لا طبعا ما تعتبرش كويسه، لعب روك واحد. انا باخد ده متوكل على حاجه زي كده. حدد مصيرك، هات حصانك ده لازم. لو كنت طبعا لو كنت هاكل ببدأ بدوره احسن، وخد الفايده مني، البدأ بتاعه بقى متقدم وخلاص دور زي الفل. طبعا مش هاكل انا، طلب حاجه زي كده المفروض يعني. طبعا راح لعب هنا هو روك واحد مش حلو طبعا. هات بقى البدأ، اضطر يمشي هو طبعا. طبعا خلاص اف 6 خدت البدأ الاجباري. لعب دي، هات الدب، هات الكش، حميته، اكلت. لعب دي طبعا مش لازمه، اكلت على طول. انا ممكن العب حاجه زي كده، خلي بالكم برضه. هات البدأ برضه، انا اكلت كده على طول خلاص. بدأ زياده ومعايا كمان قطعتين فروخ، دوس خلصانه. لو اكل حاجه زي كده هاكل كده خلاص، مش اي مشاكل يعني. طب انا كنت فاكر على فكره برضه، انا حاسس ان انا غلطت في موضوع الكاروكان، بس انا ليه بوريكم الكاروكان؟ ان انا مش عايز العب حاجه انا فكرتي فيها مش كبيره قوي يعني. ممكن العب دفاع الثاني على فكره يعني، بس اي 5 على اي 5، ما عنديش حاجه ثانيه غير يا اما الكاروكان يا اما العب اي 5 على اي 5، وهعرف ارد واصد. بس مش هبقى بنفس قوه الكاروكان بصراحه يعني. يعني مش هيبقى نفس قوه الكاروكان، انا فاهم افكاره، بلعبه من زمان وعارفه وحافظه. اتمنى تكونوا استفدتوا من الدور دوت. مفيش مالك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.